كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويعودوا عليكم يا رب بالخير وباليمن وبالبركات. الفيديو بتاع النهاردة فيديو حلو جدا. زي ما احنا شايفين ان الشعر بس نسيت اصوره قبل. الشعر كان متعدد الالوان، كان فيه جزء بني حاولت اكشفه لك قبل ما يسحب اللون، كان فيه جزء بني وكان فيه شيب بنسبة عالية جدا جدا، وكمان كان فيه شعر شيب عنيد جدا، وكمان كان فيه اصفر من تحت. يعني كان فيه تعدد للالوان من كل جهة. زي ما انت شايفة كده انا سحبته للون الاورنج بس علشان ما نرهقش البشرة، وبعد كده غسلته بشامبو سيلفر علشان امنع شويه القرنجه، لان الشعر كان بجد قاسي جدا وكان صعب جدا. احنا ما طلبناش الوانات فواتح، احنا قلنا بس ندي كده فرصه ان الشعرايه يتفتح معانا شويه عشان نقدر نديها الالوان. جبنا اشقر متوسط مركز طبيعي، وجبنا بني شوكولاته رقم 6 على 71 بني شوكولاته رمادي، وجبنا كمان اشقر غامق طبيعي مركز اللي هو 6.00. خلطنا الثلاث الوان مع بعض وعملنا بيهم صبغه للجذور علشان نغطي الشيب. علشان كده استخدمت الالوانات الطبيعيه المركزه اللي هي على 0 او على 00 اللي موجود عندك. تقدري استخدميه من اي نوع صبغه، اي رقم طبيعي، سيان فردي او سيان وراه 0 او 00. كمان حطينا معاه بني شوكولاته علشان الانعكاس يكون شويه على ذهبيات، وكمان يغطي معايا الشيب. دايما لما تحبي تغطي الشيب جيبي انعكاس على ذهبي او على شوكولاته، بجد بيبقى كويس جدا في تغطيه الشيب. خلطت الثلاث الوان مع بعض مع اكسجين 20%، نسبة متساوية مع بعضها، الأكسجين قد الصبغة. وبعدين بدأت في صبغة الجذور كلها لوحدها، وسبت الشعر من تحت علشان نستغل اللون اللي كان تحت اللي هو الفواتح، علشان تدينا زي شكل الأومبري أو زي تخصيلة. هنا واضح قدامك الأبيض اللي أنا بصبغه أبيض بنسبة عالية جدا. بدأت بالجزء الأمامي من الشعر علشان الأبيض زي ما بقولك كده كان فتلته تخينة وعنيدة جدا. بدأت بتغطية الجذور كلها وتوزيع الصبغة على الجذور كلها، وسيبنا الاطراف من تحت. طبعا الشيب ده مضايق ناس كتير جدا، وحله الوحيد هو الصبغه. لو انت مش قادره تروحي الصالون ممكن تجيبي زي ما قلت لك كده اي رقم يكون طبيعي بيور، وتجيبي معاه اي رقم يكون فيه انعكاس ذهبي زي 6 على 3 7 على 3. احنا عملنا تفتيح لان العميله كان عندها جزء جامد برضو اسود وبني وحاجات كتير كده كانت في الشعرايه، وكان من ورا، وهي كان دايما من قدام تحط كتير جدا من الصبغه علشان تداري الابيض، فكان عندي اكسده جامده جدا في الشعرايه. زي ما انت شايفه كده بنوزع خط المنتصف كله. الشعر كان قصير، كانت هي قصاه. كنت بعمله كده زي 4 ارباع، بحاول ان انا اوزع الصبغه، بشبع الشعرايه جدا بالصبغه. دايما الشعر الابيض بيحب ان هو يتشبع بالصبغه كويس جدا. بعد ما انتهيت من توزيع الجذور طبعا كلها، بدأت ان انا اخلط صبغات تانية هتشوفيها معايا في الخليط علشان خاطر اشتغل على الجزء التحتاني. هنا طبعا بوريكي طريقة توزيع الصبغة عشان لو انت مبتدئة او اول مرة تعملي صبغة، او لو انت عايزة تطلعي الوان حلوة للزباين بتاعتك او للكلاينت بتاعتك تتعلمي ازاي تصبغي الشيب. بدأت من الامام لان نسبة الشيب دايما في الامام بتكون عالية جدا. اخدته كده من الجناب خصلة بخصلة، وبدأت اوزع على الشعراية كلها تدريجيا. طبعا خلي بالك الانعكاسات مهمة جدا جدا في الصبغة، ولازم تكوني فاهمة يعني ايه انعكاس ويعني ايه اساس علشان تقدري تشتغلي صح مع اي عميلة تجيلك. هنا بدأت اوزع من الخلف كمان. طبعا الشعر زي ما احنا شايفين واضح ان هو قصير جدا من ورا، فبدأت ان انا ادي الجذور واشبعها كويس جدا، وحاولت ان انا ابعد شوية عن الاطراف علشان استغل الفواتح اللي في الاطراف دي. طبعا وانت بتوزعي صبغتك لازم تكون فرشتك مايله شويه، يعني ما تكونش واقفه لانها بتكون عامله زي المشط وهي واقفه، وتختاري فرشه طريه علشان الفرش الناشفه مش بتوزع كويس، لان ناس كتير بتسالني على الموضوع ده. انا عملته طلع معايا شويه في تايجر او اماكن ما توزعش فيها الصبغه كويس. طبعا لازم تاخدي بالك وتاخدي حذرك ان انت تاخدي يعني اماكن حتت صغننه قوي. هنا سبت الصبغه حوالي نص ساعه، اخدت اللون اللي انا عايزاه اللي هو بني غزالي حلو كده، ورجعت تاني جبت خليط من صبغتي. جبت رقم 6.11 يعني اشقر رمادي مركز، اشقر رمادي مركز، وجبت معاه اكسجين برضو 20% لان استخدمته على الاطراف من تحت علشان اديها شويه على مش زيتوني، ولكن ان انا الغي الانعكاسات الاورنجات خالص. لما تحبي تلغي اي انعكاس اورنج جيبي اي ارقام على 1 او على 11. انا جبت 6 11 و8 11 يعني اشقر فاتح جدا رمادي واشقر غامق جدا رمادي. دمجت الصبغه كويس جدا مع بعضها. لازم دايما عودي نفسك ان انت تصبغي الصبغه، تقلبي الصبغه كويس مع بعضها علشان تدمجي الالوان قبل وضع الاكسجين. برضو حطيت الاكسجين هنا بكميه متساويه، هو المفروض 1 زائد 1.5 في الصبغه اللي انا بستخدمها
بستخدمها، لكن انت ممكن الصبغه بتاعتك تكون 1+1، يعني الصبغه قد كميه الاكسجين بالظبط. دمجت الصبغه بتاعتي كويس جدا وبدات ان انا اوزع على اطراف الشعر بالتساوي علشان خاطر اطلع لون كويس، وفي نفس الوقت بقيت اخد من الشعر من جوه على بره، امزج الالوان كلها مع بعضها علشان الخليط يبقى متناسق مع بعضه. ما ننساش ان انا كنت حاطه في الاول مع الالوانات البيور كنت حاطه انعكاس شوكولاته على رمادي، يعني مش شوكولاته محمره، لا شوكولاته على رمادي. اخترت كل الانعكاسات النهارده تكون رمادي معايا علشان ادي تمويجه من الالوانات الاشقر الجميله اللي مديه لمعه حلوه قوي في الشعرايه، وكمان بتغطي الشيب جدا جدا. هنا زي ما انت شايفه لازم امسج كده الشعر كويس قوي علشان اضمن ان الشعرايه بتتشبع بالصبغه بتاعتي. لازم توزعي وتاخدي من فوق كده بصوابعك تحطي على تحت، يعني علشان تموهي الصبغه كلها في بعضها وتديكي تدريجه شيك قوي في الاخر. الالوانات دي على فكره سهله وبسيطه، نقدر نعملها بكل سهوله ونطبقها لاي عميله. ولو انت ست بيت انا عارفه ان انتوا بتحتاروا معانا في الخليط اللي احنا بنخلطه، لكن يا جماعه احنا لازم كده نعمل شويه انعكاسات معينه علشان نخفي حاجات معينه في الشعرايه. انت لو شعرك سلس وسهل ممكن تشتغلي بلون واحد وخلاص، لكن بالنسبه لنا احنا بيجي لنا تعدد الوان وبيجي لنا حتت كتير في الشعر فيها الوان مختلفه، فلازم نعمل انعكاسات كده. انا فعلا مش بتوهكم، لكن في ناس كتير مبتدئه عايزه تتعلم ازاي تخلط الالوان وتستغل الالوان اللي عندها في الصبغه بتاعتها وتعمل الوانات فيها رونق وشياكه للعميله. هنا بعد ما انتهيت من الصبغه بتاعتي بدات امسجها كلها في بعضها زي ما انت شايفه، واخد من فوق احط على تحت وادمج الصبغه كويس جدا في الشعر. شايفه كده معايا بدا الشعر يتموج في بعضه. سبته تقريبا حوالي تلت ساعه واللون ما شاء الله، بصي من ورا الاماكن اللي كانت فيها قشقرات اتحولت معايا لاشقر رمادي متوسط حلو قوي بجد، وفوق كمان اتحول معايا للبني اللي مدي على رمادي شيك قوي كانه معمول اومبري، وكمان في تفصيلات شيك قوي، يعني تفصيلات في التفتيح اللي احنا ما طلعناهاش غامقه في فتحه نفعتنا جدا. زي ما احنا شايفين كده اللون بجد طلع تحفه، عجب العميله بتاعتي جدا جدا. يا رب يعجبكم انتوا كمان، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير ونرفع الفيديو لاكبر عدد من الناس علشان يتعلموا الصبغات، وان شاء الله مزيد من الفيديوهات واشوفكم على خير الفيديو الجاي.